السلام عليكم يا عاقل. وعليك السلام وعليك السلام يا معبيس. تفضل اجلس اجلس. أكيد بجلس يا عاقل، أكيد بجلس. رعى الله زمان، رعى الله زمان يا عاقل. أيام ما كنت أجي لهنا تخلنا أجلس واقف لما يبسر ركبي. والآن يا معبيس ما هو اللي تغير؟ الآن الوضع مختلف يا عاقل، أنت بحاجة الخطط حقي والبرمجات. اي والله انك صادق يا معبيس. الصدق انت الخطط حقك جهنمية. من اليوم بعينك مستشار لي. سهل يا عاقل، لا تعيننا مستشار ولا حاجة. أنا يعجبنا الشغل الحر، أنا أشتغل حر. المهم اسمعنا الآن، اسمعنا مضبوط. أنا قد مريت على طريق المشعوف، قلت له الحقنا لمكتب العاقل، لكن ها يا عاقل اشتغل سعى الناس، تتمعقل سعى الناس ولا تمكنه رحتقى. لا تكن راخي، خليك شحطة. مالك يا معبيس؟ حاول تهدى. انت تعرف العاقل شحطة من يومه. والله يا عاقل مركناكش بالأيام الآخرة هذه، أنت خلاص رجعت للخلف. طيب ما تشتينا معمل يا معبيس؟ شوف يا عاقل، شوف، اشتغل شغل صح. الآن بيجي المشعوف، تقول له حط عدالك علشان نروح لأبو قعبوس ولا لقعبوس ولا لأمه، المهم يطرحوا عدال مقابل عدال حقك. وانت اللي ما عادكش تمط يا معبيس. قد احنا نقول لهم هاتوا من 50,000 وخلاص. أنا أقول لك يا عاقل إنك ما تعرفش لشغل المعقلة الصح. مش تعمل ب50,000 يا عاقل، متفرح ب50,000. أنت عارف إنه مرت علينا سنة ولا حصلنا تقشاشة ولا دخلنا ريال. لكن يا عاقل إحنا نخليهم يعدلوا. المشعوف معه بندق مليح، نحطه يطرحوا عدال، وأبو قعبوس ولا أم قعبوس ولا قعبوس يطرحوا مقابله. بعدين يا عاقل لما تحكم بينهم وتصدر الحكم، ترجع تمغاقهم المبلغ اللي تشتيه. قل لهم دقوا من 200,000 ولا البنادق حقهم عندنا، والقبيلي يستحقوا يدفع. والله انك خطير خطير يا معبيس. خلاص حاول تهدى يا عاقل. المهم مثل ما قلت لك، هذا هو المشعوف شكله يدقدق الباب. تفضل ادخل. السلام عليكم، كيف حالك يا عاقل؟ حياك الله حياك الله يا مشعوف، كيف حالك؟ ما تسأله على حاله يا عاقل، ليش؟ قدو قدامك، قدك تشوفه على الطبيعة، ما تشوف كيف وجههم خضاع. تقول لي طلعت من فوقه تريلا. أقول لكم قعبوس يتحمل بظلمه، لازم ياخذ حقه منه. صح لا يا مشعوف؟ إلا والله صح، والله صح يا معبس، والله متروك حقي يتحمل بظلمي. مرتين تقيلي للمحل، المرة الأولى ضربانا بالكرسي. ما هو والله يا عاقل المرة الأولى ضربانا بالكرسي بالراس لما خرج الدم، وهذه المرة قع معي صميل كسرانا كسار. لا الدنيا ما هيش سائبة. احنا ما نرضاش بهذا الخبر ابدا. لازم ناخذ لك حقك منه. والله العاقل اشتحط صح. ملك كيف يا عاقل؟ ها، أنا قاقت لعندك وأنت قدك أخبار، لازم تأخذ لي حقي. لا يهمك يا مشعوف، ارفع راسك قدامك العاقل. باخذ لك حقك مدبول. أيوة يا عاقل، ضروري نوقف مع المشعوف. المشعوف يعني رجل محترم وما هيش حق مشاكل، وأم قعبس قد تعتدي عليه قد هذه المرة الثانية وأنا شاهد. ولا تخاف يا معبس، ناخذ له حقه، نرفع له راسه، ونعلمهم انه ما يكونوش يستضعفوا الناس. سود الله يعني قصدي بيض الله وجهك يا عاقل. المهم الآن ما تشتي من المشعوف، ما تشتي منه حاجة. بسيطة يا معبس، اشتي من المشعوف بس يعدل يطرح عدال، علشان استدعي ابو قعبوس ولا قعبوس واخليهم يطرحوا عدال، نصلح بينهم، ناخذ حق المشعوف، نخليهم يصلوا لمحله ويتأدبوا. مشعوف، ها، روح ادي العدل حقك وطرحه عند العاقل، شوف ما معك من حاجة تعدله. لكن ها ارفع راسك
وقل لهم تعالوا هنا وعدلوا مقابل مثل العدل الحقي. ما معي يا معبس إلا البندق حقي، معي بندق. روح جيبه يا مشعوف، روح جيبه وتعال فصع هنا وطرحه على الطاولة قدام العاقل. قل لأبو قعبوس تعالوا عدلوا مقابل العدل الحقي، خلينا نهنجم عليهم ونخرج لك حقك. أيوة يا مشعوف، لو شافك ضعيف بتكون كل مرة تجي يوم قعبوس تضربك للمحل حقك. خلاص تمام يا عاقل تمام، الآن بروح أجيب البندق حقي وتروحوا عدال. يلا الليل يا مشعوف، انطلق جيب العدل حقك مع باقي علشان نستدعي قعبوس وأبو قعبوس. الآن يا معبس ولا يهمك. لا تتأخرش يا مشعوف. الآن يا عاقل دقائق. ما لك عادك معصب يا عاقل، كما هي الحركات وتمثيل. خلاص نجحت الخطة، الآن شنقشقش فلوس من ظهرهم. تصدق تفاعلت مع الموضوع كأنه حقيقة. أعجبك أنا والله يا عاقل، عرفت تمثل صح. ها شوف، لكن معبس لما يعلمك كيف الدروس، كيف الحركات، كيف البركات، حرام اللي طلعك أحسن عاقل على مستوى الحارات المجاورة. وانت ما معك يا مشعيط، ما حبسوك على عيش. انت اللي مسكين راعي غنم، حالك حل نفسك ولا عملت نثرة؟ مالك منه يا ابو ناشر، هذا تشوفه كذا مسكين وهو والله ما يخاف ربه. أكل على الراعي 30 غنمة، مدري 35 غنمة، ما يخافش الله، حرامي أكيد مصيره السجن. ما شاء الله عليك يا طويل. وانت لما نصبت عليا وشلت حق الشنطة سرقته وداخله $1,000,000 ومليون يمني، انت حلال عليك. أمانة جابه بمنتصف الجبهة، لكن أنا استاهل من قل أمي تفاضل، لكن سهل. لازم أصلح الموضوع بيني وأبو ناشر الآن وديا، إن شاء الله نتخارج الآن. اسمع يا أبو ناشر، ايش رايك نحل الموضوع وديا بيني وبينك هنا، لا عاد نروح لا تحقيق ولا شيء، ونتخارج هنا. معابو من ود يا طويل، وانت اعتركت حاجة للود والمحبة. نهبت انا ضماري، امانة حرقت لي قلبي، ما حسق حرق لي قلبي طول عمري مثلك. لا تمام يا ابو ناشر، طالما هو الطويل قوي يقول لك بيحل الموضوع وديا، خلاص قد احسن، وانا اصلح بينكم ووديكم لقرتي. متأكد من اقوالك يا مشعيط؟ الله المستعان يا طويل، الله المستعان. انا ما اتكلم بحاجه الا وانا عند كلامي، ولا يهمكم انا اصلح بينكم. متأكد؟ ايوه طويل ايوه. هيا اسكت ولا اسمع لك ناخس، لا اقوم اخرجك من الشباك. خلنا نتفاهم انا وصاحبي. سمعت يا ابو ناشر؟ قلنا شي نعمل خير لكن ما يعجبهمش. ما هو يا طويل؟ اسمع يا ابو ناشر، احل المشكلة دي بيني وبينك ورجع لك فلوسك، بس كمان غلقت فوقي. المهم انك تتجاوب معي وتقدم تنازلات. ولا يا طويل، انا دارق حسيت بالخطر قدك بالسجن، وعارف ان القاموس يخرج لي حقي والمدير. الان قدك تشتينا قدم تنازلات، ما قدك ما تشتي. يا ابو ناشر كل الناس يغلطوا، وانا غلط بحقك، لكن انا شدي لك الخبر كله، شدي لك القصة كله، واذا قدمت تنازلات وتفاهمت معي بنحل المشكلة هنا وديا، ولا عشان احتاج لي القاموس ولا للمدير. يلا تمام، كشف صر ما ابو معاك، هات القصة يا طويل. الله شكله بديرخي، يا الله سبره، شاف داره لكن شاف دفقعه، شاقول له شقسم العمارة انا وانت نصين. شوف يا ابو ناشر، انا شاعترف لك ان انا اخذت حقك الفلوس، لكن اشتريت بعمارة كبير غلقت فوق ساعة. المهم الآن شقسم العمارة هذه أنا وانت نصين ونتخارج. ما هو يا طويل، ما هو شليت فلوسي ورحت شليت بعمارة وتشتي نقسمي أنا وانت نصين، ما أنا مجنون.
اجلس يا ابو ناشر اجلس، شفلت من فوق السرير، الله ما يتقن فاس، اقول لك نتفاهم. لا تمرفزناش، لا تمرفزناش يا طويل، تنهب مالي وتشتي نقسمه أنا وأنت نصين. طيب اهدى يا ابو ناشر اهدى، انت دشتي نتفاهم ولا لا؟ طز بالتفاهم حقك، ما نشتش نتفاهم، خلي خبرك بجحرك يا طويل، قد احنا هنا عند المدير والقاموس. اقول لك خير اجلس، لكن جلسك على قرمود. خلاص خلاص، لا عاد تكلمنا يا طويل ولا تفتح الموضوع. بكم شليت العمارة؟ يعني بكم شليته؟ هذا $1,000,000 ومليون يمني. هذا تاجر ما نش قدراله، لازم ربي خلق قليل. امزح معاك يا ابو ناشر، الصدق انا غلقت $300,000. خذ العمارة كلها ودي كريم إن شقتين بحق 300,000. ايش رايك يا مشعيط؟ هذا عادل ولا لا حكم بحق الله؟ انا ولا لي دخل ولا لي دخل، انت قلت لي طويل اسكت خلاص. ايوه صح، قلت لك اسكت، يلا خلاص اسكت. انا قدنا ساكت يا طويل. ها يا ابو ناشر، شقتين، انت تعرف العمارة الكبيرة هذيك، شقتين بحق 300,000 دولار اللي غلقته، وخلينا نتخارج. شقتين معقولة؟ العمارة كبيرة، أنا دارين بحق $1,000,000، لكن دارين الطويل والله ما غلق ولا ريال، لكن راضوا السفهاء بنصف أموالكم. ها يا ابو ناشر ايش رايك؟ ها مضحين اللي قدنا انصفتك بالحكم. مش وافقش على طول، شقول له لازم ندي واحد يثمن العمارة، إن بأكثر من $1,000,000. ما يحتاجش تفكير يا ابو ناشر، قد الله حكم حلا، وانا اشتبر من ذمتي، بعدين بو موت، خذ حقك وديك لي حقي. نجيب واحد يثمن العمارة يا طويل، إذا هي قيمتها أكثر من $1,000,000 على قولتك أنت غلقت 300,000، خذ حقك، بجيب لك حقك فلوس، بجيب لك $300,000 لو طلع قيمة العمارة مثل ما قلت، وشل العمارة لي وخلاص، لا عاد تشغلنا ولا شغلك. ابن الذين مبيس، هذا تاجر معه فلوس، يشتي يخرجنا خالص ولا يشتي يشوف صورتي، ولا يحتاج خبر ولا تدخل حد بيننا ولا مسمن ولا شيء، ما تصدقناش يا ابو ناشر. إلا طويل، ما أنت أصدقك على طول، أقول لك أنت يهودي كذاب، من يصدقك أصلا؟ اقول لك يا ابو ناشر ما يحتاجش الخبر، اصلا هم بيحكموا لي كذا، لا تمطمطي ولا تزيد تخسر نفسك. اقول لك خلاص اديلي حق الشقتين وشليت العمارة بفلوسك الباقية. استحلف يمين يا طويل، استحلف يمين بالله العظيم إن أنت غلقت $300,000. الحمد لله اقل فرق، شاش بقولوا يمين واسلم كفارة بعدين، وازيد اعمل لي عمره. ها يا طويل استحلف يمين. هو ما كانش يحتاج يا ابو ناشر تحلفنا يمين، لكن علشان يطيب خاطرك وانا على حق شحلف لك يمين. أنا داري بك يا طويل إنك مفتري، أنا داري إنك فاجر، استحلف 100 يمين، لكن بيني وبينك الله. خلاص تمام يا طويل، تمام رضينا، لكن شدي لك 300,000 فلوس، شرجع لك حقك الفلوس، والعمارة ششله، ولا تشوف صورتك ولا شوف وجهك بحق العمارة. الله رخيت لي مرة والله، لكن قلت له $500,000 كان شدي. ها يا فندم، ما تشتي قلت لي أجيب بسرعة. والله يا عسكري ولا، بس أقول لك أنا ضيقان مرة أشتي أتكلم أنا وأنت كذا نسولف، يعني كصديقه. انسى حاجة اسمي إنه أنا القائد حقك وإنه أنا الضابط حقك، تخيلنا صاحبك كذا نسولف، المهم إنه أشتي أفضفض لك يا عسكري. طيب يا فندم، طيب ولا يهمك، خير إن شاء الله، مالك طفشان يا رجال، الدنيا حق الله يا فندم. أقول لك لا تقول لي يا فندم، قل لي يا صديقي. قال لك نتكلم صديقه، على صورة، أما أنا قالب صورة أفقع. مالك يا صديقي؟ اجلس. أين أجلس يا فندم؟ أجلس فوق البلاط.
قلت لك قل لي يا صديقي، اتخيل ان انا صاحبك. خلاص خليك واقف. طيب أنا لما أتكلم مع صديقي يعني يكون مبتسم، يعني مش كذا مثلك يا صديقي، مالك قالب صورة كذا فقعتنا. اقول لك طفشان، خلي على الله يا صاحبي. امانه انه يعني اتخيل نشقي وغيرنا يجي الثمار. ما هو اللي شقيت أبوه يا صاحبي؟ مالك يا صديقي مالك؟ شقينا ولا نسيت؟ شقينا مع ابو ناشر، شقينا ولا حصلنا حاجه. شقينا مع الحاج حسن، شقينا ولا حصلنا حاجه. وعد لك عود قر اخر حاجه يجي لك قعبوس والاصلاع يستلموا لهم 50,000 دولار كذا بكل سهوله. ما هو اللي شقيت أبوه يا صاحبي؟ ما هو اللي شقيت أبوه؟ أبو ناشر عذبته وخليته يسرح ويرقع، وكنت تعلم إحنا تقول اخرجوا ولفوا كذا بالشارع وارقعوا، وتقول له خرجنا ندور على الطويل ما لقيناوش. وقابلك الرزمة الأول الفلوس يمكن 100,000 ولا عملت له حاجة، ورجع مرة ثاني وقابلك رزمة ثانية يمكن 100,000 مدري 200,000، ومشيته وركبته شابك ولا عملت له حاجة. قعبوس ولا صلاح أقل حاجة عادهم نفعموه، يعني نفعوا أبو ناشر وقابوا له الطويل، سلموا له الطويل واستلموا حقهم 50,000 دولار. طيب والحق حسن يا صاحبي، تعبت معه ولا حصلت منه فائدة. الفائدة جاء مع معبس يجيب له تقصاصات ويستلم له منه فلوس. طيب يا صديقي الحق حسن أنت مكنته، يعني أكثر حاجة كنت تشتيت أتزوج بنته فراشة، وعملت كله مش علشانه، كله علشان فراشة. يعني الحق حسن استخدم ذكاءه، استخدم عقله، وبدل ما كنت أنت تشتي تستغل القضية وتلف تدور عليه وتتزوج بنته فراشة، هو استغلك ويعني ودهده لك إنه بيزوجك فراشة. لما طلعت له الحكم زبط بك هو فراشة. يعني ايش قصدك يا صديقي؟ قصدك ان انا ما شقت معاهم ولا تعبت معاهم؟ تكلم عادي، احنا اصدقاء. والله يا صاحبي كله شغلك غلط فيه غلط، وكله استغلال ومصلحة، ولا عملت حاجة صح. يعني انت رأيك كذا؟ أيوة يا صديقي أنا رأيي كذا، عملك كله غلط فيه غلط، كله عملك باطل. كيف تشتي تجني الثمار؟ كيف تشتي تحصد؟ اظلف من قدامي، اظلف يا عسكري اظلف. أنت قلت يا ولا كلمة غروب من قدامي، امشي مخصوم من راتبك 10%. أمرك فندم، قال لك اليوم نصير أصدقاء. عمله كله غلط، لا يصلح لا ضابط ولا يصلح صديق. والله كلامه صح، بس مفروض حتى يقاملنا شوية، لكن صاحبنا اتكلم معي بكل شفافية.